هلا بما انه بكل حلقه في روسات معينه، جيبوا ورقه وقلم. ليكو انا ما اشطرني. جيبي ورقه وقلم اكتبها. تفضلي ست انطوانيت، زقفي لانطوانيت. يلا روسات، بدنا نعرف شو الروسات اليوم. الروسات بناء على طلب الاصحاب والمشاهدين والعالم بالطريق والجمهور، بدهم كلهم روسيتات. انا بقدم هالروسات لكل مين عايزها، واهداء خاص لكريستينا لانه بدها تتجوز قريبا وهي كثير بحاجه لوصفات. شفتي كريستين؟ انت بتحبيها لأنطوانيت كريستينا. طلع لك يلا. وصفتنا لليوم هي الكسكس بالهبرة. خبريني انت قولي الرسالة وانا بطبقها. اتفقنا؟ يلا. وصفتنا لليوم هي الكسكس بالهبرة، ورح اقول لك كيف بتتم. اوكي. عندي الثاني هداك انا رح تم. يلا بلشنا. حمري حرقسي الهبرة شوي لحتى تحمر. شلحي كل شي من ايدك وبلشي. كيف بتتم؟ اذا بتحبي ملعقة عسل مسح، كريمة لحسة بتغير لها طعمتها. طبعا هيدي الاشياء اختيارية، بس بتشكل فرق كبير بالطعمة بين المالح والحلو. بتلمسي هالشي لمس اليد. حلو. الهبرة اللي عنا بيكون بقفاها لية. نحن بحاجة للزوم لأنه الكسكس بيكون ناشف وبغصص. فبده زوم ليطرى. يا تاتيانا بتلقطي بصلتين صغار تقريبا قد بعضهم، لانه مستحيل تلاقي اثنين قد بعضهم 100%. بتلقطي بصلتين صغار. اذا كانت هيدي اول تجربه لإلك رح تبكي، بس قد ما رح تحبي الوصفه رح تحسي انه بتستاهل دموعك، ورح تضلي تجربيها. ورح تضلي تجربيها على الطالع والنازل. اخ يا الله. اوكي، فاذا الهبره صارت جاهزه، منبلش بالكسكس. الكسكس مثل ما هو معروف بينفرك فرك. العرك ما بيسوى، سامعين؟ العرك ما بيسوى، بينفرك فرك. اهم شيء الفرك، وبيتفتول هيك بروس الاصابع. هلا الهبره لازم تتصفى على الاخر من السوائل. الكسكس رح يشرب كل السوائل تبع الهبره لحتى يضلوا طري. المهم بتحطي الهبره على الكسكس، تضغط شوي، ما كتير، شوي، ما تزركيها كتير، لانه اذا زركتيها بيطجن الكسكس. وجعني راسي. وبتفوتي فوتي ما بتخلصي منها بالهي. ايه ثاني؟ وجعني راسي عن جد. خلصت. هلا الكسكس ينعمل مع الهبره او مع طيور. فيك تنقي الطير يلي بتحبيه، بس بعد الخبره ما في طير بيلبق للكسكس قد الحمامه.